ابنك ممكن ميكونش محتاج دكتور، هو محتاج إن هو ينام نوم سليم وياكل أكل صحي. إحنا بنيجي بعد فترة الصيف نلاقي إن الولاد مش مركزين لما بيرجعوا المدرسة، ونقعد نركز في تصرفاتهم، يا ترى هم بيعملوا كده ليه؟ تحسي إن تركيزهم متشتت، انتباههم مش مظبوط. ده بيرجع لأن هم ناموا نوم غير طبيعي في الصيف، اتجهوا للتابلت لفترات طويلة جدا، زائد ان هم بياكلوا كانديز بطريقة غير طبيعية. فده ادى الارم للعقل ان دلوقتي في حالة من الهيبرة، نوم غير سليم، اكل غير صحي، وبالتالي نسبة هيتشتت. السكريات بتبقى عالية جدا بالظبط. في فصل الصيف، بنديها لأولادنا من غير ما نحس. بالظبط. فطبيعي كل اللي هيدخل للمخ شيء هيطلع مش طبيعي. تشويش غير طبيعي، وهنفكر ان هم عندهم اضطراب نفسي.